انا وعم سيد زي ما انتم شايفين كده رايحين ندفن واحدة سودانية على الطبيعة. يلا بينا يا عم سيد. فزي ما انتم شايفين كده واحدة سودانية جات يا جماعة، وسبحان الله يعني ما شاء الله بجد يعني. الدفنة بتاعتها يعني كل الموضوع في 5 دقايق، والله يمكن 5 6 دقايق بالظبط. يعني ما شاء الله وقت ما جات وقت ما اتدفنت بسرعة وكل شيء كان متحضر. شايفين يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، ده اللحد الشرعي. في ناس تقول لك هي ليه عالية كده عن وش الأرض؟ لا، هو منسوب الأرض نفسه عالي. تمام. ده عين من عيون اللحد، ده عين من عيون اللحد. يعني عندنا المدفن اللي زي ده حوالي 5 عيون، دي عين اندفنت فيها واحدة سودانية، وجنبيها بشوية كده في عين تانية، في كذا عين يا جماعة، حوالي 4 5 عيون في المدافن اللي زي دي. تمام. فزي ما انتم شايفين بنحط رملة تحت المتوفي، وبعد كده بنقفل عليه بالايه، بدرج الرخام اللي انتم شايفينه ده. درج الرخام ده برضه بنقفل بيه في المقابر الكبيرة اللي هي ايه، مش لحد شرعي، اللي هي المقابر الغرف. تمام. زي ما انتم شايفين كده بنغطي، بنجيب شكارة اللي مسكها دلوقتي عم سيد، دي شكارة بنحط عليها ايه بقى الشكارة، زي ما هو مجهز كده. عاملين عجين الطين وبنحطها فوق الشكارة زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبنيجي حاطينها فوق الشكارة ونفرد بيها الشكارة. بعد كده بنيجي ايه سايبينها، يعني بعد ما بنفرد كده اهو زي ما انتم شايفين، بيفرد التراب على القبر. تمام. ليه بقى حاطين شكارة وفيها تراب؟ الشكارة ديت بتبقى عازل بين درج الرخام، وتبقى عازلة على ان مفيش تراب ينزل على الميت او كفن الميت. حلو كده. ولما الميت بنحطه فين بقى؟ الميت بنحطه على جنبه الايمن زي ما قلنا. هتقول لي لا ده محطوط على ظهره، لاني المدفن عالي عن وجه الارض او سطح الارض. المدفن عالي فما ينفعش نحطه على جنبه الايمن، فبالتالي منيمينه على ظهره. تمام. هقول تاني، ليه الميت مش مدفون على جنبه الايمن؟ علشان خاطر الارض نفسها عالية عن مستوى الدفن نفسه او اللحد نفسه، فبتبقى معمولة على جنبها الايمن. فعايز يا جماعة كل اللي موجود معانا يدعي لها بالرحمة والمغفرة. لكل اللي موجود معانا يدعي للحاجة السودانية ديت بالرحمة والمغفرة. ومع العلم يا جماعة أنا سألت واحد من الأشخاص اللي واقفين دول، قلت له يعني الست الله يرحمها يعني كانت صالحة؟ قال لي طبعا. قال لي وكانت بتعمل أعمال خير وبتصوم رمضان، وكانت في عز ما هي في المرض بتاعها كانت بتصلي وهي قاعدة، يعني ما كانش بتسيب فرض رحمة الله عليها، وكانت تصلي الفجر حاضر. فلكل اللي موجود معانا يا جماعة يدعي لها بالرحمة والمغفرة. زي ما انتم شايفين احنا كررنا اعادة الفيديو تاني عشان الناس تركز في ازاي بيتم دفنها. هي محطوطة على الميت، محطوط على ظهره اهو. تمام. فبنحطه على جنبه، لو هو مش عالي عن مستوى الارض بنحطه على جنبه الايمن.